ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن ليلة الدخلة، لأن الموضوع انطلب كتير جدا وخلاص لازم نعمل حاجة نراضي الناس أو العرسان الجداد ونقول لهم رأينا. وإن كان الإنترنت دلوقتي مليان بفيديوهات ليلة الدخلة، يعني أنا حتى قلت أما أبص كده أشوف الدنيا فيها إيه وإيه اللي بيحصل وبتاع. يا دوب بس كتبت ليلة الدخلة على يوتيوب لقيت 10,000 فيديو، فمعرفش إذا كان الفيديو بتاعي ممكن يضيف حاجة ولا لأ، بس هنعمل اللي في وسعنا ان انتوا تحسوا ان وقتكم ما ضاعش وانتوا تتفرجوا على الفيديو بتاعنا وتكونوا اتعلمتوا حاجه. وبعدين ليله الدخله هي مره واحده في العمر، فتستاهل انك تتفرجوا على فيديوهات كتير. كل الفيديوهات المتاحه ممكن تتفرجوا عليها، ربما تاخد من كل فيديو كلمه تنفعك وتظبط الليله بتاعتك. ليله الدخله المفروض ليلة تعارف، بس سبحان الله احنا حولناها لليلة نحكم على شرف البنت اذا كانت هي شريفة ولا لا. انا ما بعترفش بكلمة شرف والكلام ده حقيقة، سامحوني، انا ماليش انا بدعوة بالكلام ده، انا بقول الكلام اللي بيتقال، بس انا ما فيش حاجة اسمها شرف للبنت والكلام ده كله. الشرف في الكلمة اللي انت بتقولها، الشرف في شخصيتك، الشرف في حاجات ياما ما منهاش ان البنت تكون عملت حاجة قبل الجواز. فيعني هنتكلم الكلام باللغة الدارجة المتعارف عليها. فدي الليلة اللي بيتحكم فيها على البنت اذا كانت شريفة ولا لا، وبيتحكم فيها على الراجل اذا كان ذكر ولا لا. والحقيقة الكلام ده كله كلام عك، بس احب اقول كلمتين ان غشاء البكاره مش دليل على الشرف خالص. يعني ممكن البت تعمل كل حاجه، حتى تعمل علاقه جنسيه كامله وتحتفظ بجنسيه كامله، مش اللي انت تقصده، مش المكان التاني، لا المكان الاولاني. ممكن تعمل علاقه جنسيه كامله ويفضل عندها غشاء بكاره. وممكن واحده شريفه ما بس تم غير امه، يعني ما حدش لمسها في حياتها، وتكون من غير غشاء بكاره، او غشاء البكاره بتاعها مش بالشكل اللي اتعمل عليه الزفة بتاعت فملوش اي علاقة. وفي حولة الراجل مفيش راجل يعرف يبقى فحل ويبقى كويس ويبقى 100% في اول ليلة جواز. دي ليلة اللخبطة وليلة الدربكة وليلة ان مفيش حد عارف هو بيعمل ايه. فالليلة دي لا هي دليل على فحولة الراجل خالص، ولا دليل على شرف الست. صديق العريس انت والعروسة، انت مصدرك او المصدر بيسموه معلوماتك عن الجنس مستقيها كلها من افلام اباحيه. ما عندكش حل تاني صراحه، وانت ما جربتش قبل كده الا اذا كنت انت لعبت بديلك. انا هفترض ان انت لسه بكر ورشيد. انا ما يهمنيش تكون بكر، يهمني تكون رشيد. فسيدي انت مصدرك الوحيد هو الافلام الاباحيه، وانت بتظن ان انت في الليله دي هتعمل يعني جزء من الافلام الاباحيه دي. وده طبيعي لانك انت بتشوف الراجل في الافلام الاباحيه بكل سهوله بيعمل كل حاجه وكانه بص زي السكينه في الزبادي، عمال يقلب الست شمال يمين وفوق وتحت ودنيا مقلوبه. فانت يعني مش صغير ولا حاجه، مش هفق، اكيد انت ارجل منه واجدع منه. بس انا هبشرك ان انت مش هتعمل اي حاجه من الحاجات دي خالص. واي حد من اصحابك قالك ان هو عامل اي حاجه، ما تصدقش الكلام ده خالص. عمرك سمعت عن واحد ركب العربيه لاول مره وساقها مظبوط؟ مستحيل. عمرك شفت واحد ركب عجله بسكليتة لاول مره وساقها مظبوط؟ مستحيل. يعني عشان بس ننزل الامور على الارض ونهدى على نفسنا. انت مش هتعمل اي حاجه في الليله دي، ولو عرفت تعمل المهمه اللي شغلاك وشغله العروسه يبقى خير وبركه. ده اقصى طموحاتنا ان انت تنجح في الموضوع ده، وانا اتمنى انك ما تنجحش في الليله دي، انك تعمل حاجه وتهدى على نفسك وتنبسط مع عروستك في الليله دي من غير اي اكشن. فخليني اقول لك انت مش تعمل زي الحاجات دي خالص. وبرضو عشان اكون واضح معاك، انت مش تعمل حاجه في الليله دي زي الافلام الاباحيه، ولا في الليله الجايه ولا في السنه الجايه، وربما في حياتك كلها مش هتعمل اي حاجة زي اللي انت بتشوفه في الافلام الاباحية. الناس اللي في الافلام الاباحية دي ناس متخصصة، ده اكل عيشهم. يعني هو لما بيصحى الصبح يعمل سندوتشاته كده ورايح على الشغل، بيبقى رايح عشان ينام مع ناس عشان يعمل اكشن زي ده. لما يكون سهران مع اصحابه بالليل ويقول لهم يا جماعه انا عايز امشي، عندي شغل بكره، ايه الشغل اللي عنده بكره؟ رايح يعمل علاقه. يعني ده اكل عيشه ان بيعمل العلاقات دي.
فالراجل متخصص. انما انت هتعمل ايه؟ هتروح فين انت يا غلبان؟ وبعدين هو مش اي حد، جايبين واحد على الفرازه، فما تقارنش بيهم خالص. لا انت هتعمل زيهم ولا هتبقى زيهم. هيجي واحد ينط في التعليقات يقول لي يا عم ده انا بعمل يا سيدي ربنا يبارك لك ويديك الصحه، يعني انا ممكن ابعت لك رقم تليفونهم وممكن تتواصل معاهم وتروح تشتغل معاهم. هم عايزين عمال. بالمناسبه هم حوالي 40 دقيقه من مكاني، يعني 40 دقيقه سواقه اكون هناك. فلو تيجي اوصلك لو انت عفريت كده وعندك المواهب دي. طيب انا بقول لك كده ليه؟ بقول لك عشان تنزل توقعاتك وتبقى انسان طبيعي ومفهوم الرجوله والفحوله اللي هشوف في دماغك من صغرك ان دي مرجله ودي والجنس له علاقه بالرجوله والكلام من ده. ملوش علاقه خالص. ده له علاقه بوظائف ذكوريه، يعني ملوش. ممكن راجل طول بعرض كده يبقى عنده مشكله في الجنس، ممكن عيل صغير كده مش عارف ايه يبقى. فما تاخدش الموضوع على اعصابك ولا تحاول تثبت رجولتك. دي اهم مشكله بتحصل في ليله الجواز، ان العريس بيحاول يثبت رجولته. انا بقول لك اهدى على نفسك. رجولتك انك تعدي الليله دي على مراتك حبيبتك من غير ما تسبب لها تروما، من غير ما تديها انطباع سيء عنك، من غير ما تعقدها من الجواز ومن العلاقات ومن الجنس، من غير ما تعمل لها حاجه عضويه تزعلها. دي رجولتك. مش رجولتك انك تنطح. دي اهم حاجة انا عايز اقولها لك في الفيديو ده اصلا وفي اي فيديو تاني. خليك راجل تتحمل مسؤولية الست اللي ادوها لك وقال لك الست دي مراتك. بالمناسبة يا جماعة، عشان الفيديو لو حسيت انت مش مستفيد منه كتير، انا هعمل 3-4 فيديوهات، فيعني لو ما استفدتش قوي من الفيديو ده هتستفيد من اللي جاي. بس انا بمهد، بس عايز اظبط لك افكارك الاول وبعدين هنخش في الاكشن. في البداية بس انا عايز اوصل لك الصورة. بالنسبة للعروسة، ربما عروسة برضو من باب حب الاستطلاع او كلام من ده تكون شافت مواقع اباحية او حاجة زي كده، فربما هي تتوقع نفس الاحداث. فانا يا عروسة بقولك ما ترفعيش سقف توقعاتك قوي علشان الصدمة ما تبقاش كبيرة. ان شاء الله عريسك راجل جدع وراجل كمل وسيد الرجالة، بس الليفل بتاع الافلام الاباحية ده ليفل مخصوص. بيجيبوا ناس مخصوصة، رجالة بمواصفات عضلية ومواصفات شكلية مظبوطة ومواصفات عضوية مختلفة، وبياخدوا برشام وبياخدوا حقن وبياخدوا كل حاجة تمام علشان يعملوا الحاجة اللي انت بتشوفيها دي. انما جوزك ده راجل عشوائي من الحياة، يعني ما هوش ممثل بورن، اتعرف عليكي وشافك وحبك وهتتجوزه. فهو يبقى الايه، انا نتوقع ان هو الافريج. يعني الافريج يعني ايه؟ المتوسط بتاع الناس كلها. فتخلي توقعاتك اقل. وبالنسبة لأدائه، الراجل ده ما سقش عربية مثلا قبل كده. تخيلي واحد ما سقش عربية قبل كده. فانا مش بقول عليك عربيه، انا ما احبش حد يمثل المراه بالبطيخه المقفوله واللبانه المفتوحه ولا لا، انا دعك. بس انا عايز اقول ان هو اول مره هيعمل كده هيبقى متنيل على عينه، وهتبقى الليله يعني ما يعلم بها الا ربنا. مش بخوفك منها، بس ما تتوقعيش الاحداث دي، لان في بعض العرايس بتبقى فعلا متحمسه وخيالها حلو ومتوقعها احداث واكشن كبيره. فانا بقول لك هدي اعصابك ونزلي سقف توقعاتك وان شاء الله تبقى ليله لطيفه. نرجع للعريس تاني. انت بتتفرج على افلام اباحيه بقالك من كنت 17 سنه، دلوقتي 28 سنه. سن الجواز ارتفع دلوقتي بعد الغلا والكوا والكلام من ده، بقى 30، يعني انت بقالك 13 سنه تقريبا بتتفرج على افلام اباحيه. حصل عندك انطباع وصوره ذهنيه ان الست بالمواصفات دي، اي ست هتتجوزها تبقى بالمواصفات دي. انا اسف جدا، اللي انت بتشوفهم في الافلام الاباحيه ده ستات مختارينهم بعنايه، مش اي واحده بيجيبوها تمثل. بيعملوا لهم الاول مقابلات الاول ويشوفوا اذا كانت جسمها ينفع ما ينفعش، وفي ناس بيطفشوهم وناس ما بينفعوش وكلام من ده. فهم بيحتاجوا ناس بمواصفات معينه. الستات اللي بتشوفها انت دي بقالك 13 15 سنه، دولت ستات مخصوصه للكلام من ده. فأرجوك نزل سقف توقعاتك. أنا مش بتكلم كمان على الأداء، أنا بتكلم على تركيبة الجسم. فأنت هتفوجئ إن عروستك إنسانة عادية جدا، ممكن تكون في أماكن زايدة، في أماكن ناقصة، في أماكن صغيرة، في أماكن كبيرة، في أماكن
غامقه، في اماكن فاتحه، في تمددات، في الشعر مش احسن حاجه طبعا. يعني مش بظلمك ولا بقول لك، انا بقول لك هتبقى عاديه زي وزيك وزي اختك وزي اختي وزي كده. يعني مش بقول لك هتبقى وحشه ولا حاجه، انا بقول لك هتبقى انسانه عاديه. الانسانه العاديه دي لما بتقلع هدومها ما بتكونش زي الافلام اللي انت بتتفرج عليها. صح في بنات حلوه سوبر، وفي موديلز عندنا وفي كل حاجه، بس انا بتكلم على راجل طبيعي بيتجوز بنت طبيعيه. انا مش بتكلم على النجم فلان الفلاني او النجمه فلان الفلاني، انا بتكلم على ناس طبيعيه اللي هي زينا وزي اخواتنا وزي اهلنا. فانت لازم تنزل سقف توقعاتك بالنسبه للكمال الجسدي اللي احنا بنشوفه في البورنو. الكمال الجسدي اللي انت بتشوفه ده مش هيكون متوفر غالبا، مش هيكون متوفر بالشكل اللي انت متوقع. ربما انا شكل كده بوصلكم الليله ونزلت توقعاتكم جدا، بس لا، لسه العروسه هي العروسه الجميله اللطيفه، ولسه العريس هو البرنس بتاعنا وحبيبنا، وان شاء الله تبقى حياتكم لطيفه. بس عشان في رجاله بيحصل لها دروب في الليله دي وبيحصل لهم زي صدمه وبيتفاجئوا بحاجات ما كانوش متوقعينها، وبرضه في ستات بيحصل لها برضه نوع من الاحباط بيحسوا امال فين الحاجات اللي احنا كنا بنتفرج عليها وفين الحاجات. مش عايز افسر. فيا جماعه احنا ناس عاديين، اللي بتتفرجوا عليه في الافلام الاباحيه دي ناس مختارينهم بعنايه. الفيديو ده بس للتمهيد، والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله نزود في الاكشن شويه وهتنبسطوا معانا. وفي النهايه ربنا يملى حياتكم سعاده وهنا.